تعرف ان ارنولد كان تخين جدا؟ تخين جدا لدرجه ان فينس كورون ده المدرب الاسطوري لما راح له عشان يمرنه قال له انت تخين جدا شبه العجل. الجامد ان هو علمه زي ما انا علمكم ازاي تنشف. الغريب ان برامج التنشيف دي كان كلها اوزان خفيفه تكرارات عاليه زي ما كلنا بنسمع. الاغرب ان كل الناس اللي بتتكلم في العلم حديثا بيقولوا الكلام ده غلط. فهل الكلام ده غلط؟ تعال نشوف سوا. السلام عليكم، انا دكتور مروان، وفي الفيديو ده هقول لك ازاي تنشف باستخدام التكرارات العاليه زي لعيب المدرسه القديمه. مبدئيا احب اقول لكم ان الطريقه دي صح 1000%. تعالوا نوضحها مع بعض. الطريقه دي معتمده على كذا مبدا. اول مبدا فيهم بنسميه نظريه فض التانك. هتتمرن تكرارات عاليه اوزان خفيفه عاده على كيسه عشان اعمل الامان. الهدف في الحكايه دي انت تفضي مخازن الجلايكوجين بتاع جسمك كلها. الحكايه دي هتخلي حرق الدهون في السحاب، بس في نفس الوقت هتخلي الهدم العضلي وفرصه الاصابه عاليه جدا. طيب هنعمل ايه؟ هتمشي على الكلام ده 5 ل7 ايام حسب انت مقسم الاسبوع والسايكل بتاعك ازاي. الكلام ده المفروض انه بعد ما تديك كل مخازن الجلايكوجين جسمك هيبتدي يحرق بعنف في مخازن الدهون اللي عنده. الكلام ده حلو بس مرهق جدا جدا جدا. بعد كده بتعمل حاجه اسمها تحميل الكرب. تحميل الكرب انت تاخد جرعات عاليه جدا من الكرب عشان تملى مخازن الجلايكوجين بتاعتك وتعوض النمو العضلي. بس انا عندي سؤال، هتقول لي ايه اللي يخلي الكرب يروح للعضلات وما يروحش للدهون تاني ويتخزن؟ اقول لك احنا قبل ما نعمل الكارب لودنج دي بنعمل تمرينه بس باوزان متوسطه حديد حر. الهدف منه في الحكايه دي ان نحسن حساسيه الانسولين في العضلات اكتر من الدهون، فجسمك يسوق الكرب ده كله ناحيه جلايكوجين العضلات. طبعا الكلام ده قبل التحميله. هتقول لي طب في التحميل هتمرن ازاي؟ هقول لك كالاتي: هتتمرن تمرينه عاديه جدا باوزان عاليه قدر الامكان، تكرارات قليله رينج 6 ل 8 عدات. هتلاقي نفسك حافظت عضلاتك. باختصار الدنيا كالاتي: هتتمرن كام يوم في الاول تفضي مخزن الجلايكوجين وتعلي الحرق في السحاب، وده الجزء المرهق. بعد كده تمرينه متوسطه وتعمل بعديها كارب لودنج عشان تسوق الكارب ده كله في عضلاتك. بعد كده هتتمرن تمرينه باوزان تقيله عشان تحافظ على الحجم العضلي بتاعك. وهي دي خلاصه الشيء اللي بيسموه سايكليك دايت وتريننج. في الواقع الشيء ده علمي جدا، مدربين كتير جامدين يتكلموا عنه علميا. فاي حد يقول لك ان انت تتمرن تكرارات عاليه عشان تخسس دي خرافه. قول بس يا حبيبي. لو عندكم اي سؤال ولا استفسار سيبوه تحت في الكومنتات. اعملوا لايك، سبسكرايب، شير، حملوا كتابي. باي يا شباب.